عرض فيها رونالدو للطرد. تأكيد انه لاعب بقيمة وحجم رونالدو دائما سيكون محط الأنظار. هذه اللقطة اللي كان فيها تغطية من جانب لودي أمام أوتافيو، وبالتالي كرة خرجت بعد ذلك إلى رمية جانبية. صراعات كبيرة وكبيرة جدا. النصر فاز في البطولة العربية، حسم اللقب على حساب الهلال بالذات، ثم الهلال تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الدوري لقاء الذهاب 3 أهداف نظيفة. الآن في بطولة السوبر هذه كرة خطيرة، محاولة باتجاه عبد الرحمن غريب داخل منطقة الجزاء، لكن ريبيز ولمسة باتجاه ماني، كرة هدف لساديو ماني، هدف نصراوي في الدقيقة 99 قبل النهاية بدقيقة. شوف عبد الرحمن غريب لقد وصل متأخرا جدا جدا جدا. عبد الرحمن غريب وصل متأخرا إلى هذا الديربي، كان بجانب لويس كاسترو في وقت أطول من اللازم، وبعد ذلك في هذه اللقطة يصل بالكرة إلى ساديو ماني ويضع الأخير الهدف النصراوي الأول في أحداث الديربي. هدف جاء في توقيت متأخر ولكن لا يزال تقريبا دقيقة على النهاية. هل يمكن أن تحدث مفاجأة بعودة النصر من بعيد في هذه المباراة؟ كل شيء يظل وارد في هذا اللقاء، في هذا الديربي. الإثارة تبقى والمباراة ربما لم تكشف كامل أسرارها، على الرغم من أن الهلال كان قريبا من تسجيل أكثر من هدفين بعد هدف مالكم ضيع العديد من الكرات والفرص خطيرة باتجاه سيرجي. تسلل على سيرجي وعلى صالح، على سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وعلى صالح الشهري. وعلينا انتظار الدقائق المتبقية على نهاية المباراة. كرة لمصلحة إمريك لابورت. النصر لم يعد لديه شيء يخسره، الكل في الكل هجوم في الدقائق القادمة. طويلة كرة باتجاه ساديو ماني، تغطية دفاعية، كوليبالي يبعد الخطر للأمام. صالح في الانتظار، تعود الكرة إلى بروزوفيتش، انتظار وبحث عن أوتافيو، تصل بعد ذلك إلى إمريك لابورت، تمريرة الرتبة خيبري، لابورت بلمسة إلى غريب، يحاول غريب يبحث عن الحل، يبحث عن التمرير، عن الفرصة، فضل العودة إلى الوراء. النصر يقاتل على الأمل الأخير، الأمل المتبقي. الكرة بعيدة ورمية جانبية لمصلحة سلطان الغنام. ثواني مثيرة قادمة في أحداث هذا اللقاء، ربما فرصة أخيرة. سلطان يطلب من زملاء أن يتقدموا بأكملهم إلى مناطق الهلال في هذه اللقطة. الغنام بكرة باتجاه ساديو ماني، التغطية من جانبية تمبكتي، كرة في الأخير إلى خطأ لمصلحة النصر، لمصلحة ساديو ماني.